مساء الخير. خلينا نشوف التصميم بتاع حسام نبيل، متدرب في دبلومة التصميم الداخلي في مكان اركتكتشر. طيب أول حاجة كده خلينا نتعرف على التصميم. احنا التصميم بتاعنا البلان أو المكان بتاعنا زي ما احنا شايفين الجزء ده كده هو عبارة عن مطبخ. في عندي هنا شباك في الجانب ده، وفي عندي هنا مكان فولدنج دور أو باب اللي هو منطبق زي ما احنا شايفين هنا. في عندي الوود تيبل اللي هي الترابيزة اللي هي الخشبية، وهو موضحها لنا طبعا هنا. وطبعا الحوض بتاعنا مديني هو صورة ليه، والأجهزة الكهربائية كمان الغسالة. طبعا هو هنا مديني فيه، أعتقد يقصد إن أنا عندي البديل ده للحوض وعندي البديل ده للحوض. والبوتاجاز عندي واضح إن هو بيلت إن بس شعلة. طيب وعندنا في الجزء بتاع الخشب نفسه، جزء الخشب نفسه اهو، خشب المطبخ نفسها. وهو كاتب لي تحت ان هو مختار HPL، خامة ال HPL. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا هو مديني شكل التلاجة ومديني شكل اليونت اللي محطوط فيها الكوبايات والكلام ده. طبعا اللي واضح عندي هنا ان هو مديني الالوان بتاعت الماتيريالز، الجزء ده وفي الجزء ده وفي الجزء ده، والكوارتز اللي هو مديني مات لونه بلاك طبعا. الشكل السبوتس اللي هتبقى موجودة في التصميم دي السليكشنز بتاعتنا. الكرسي ده انا مش عارف موقعه في الاعراب، هو هل بيه مقصود بيه اللي هو الكرسي ده؟ خليني بس ايه، انا بحاول اشاور عليه، او اللي هو الجزء ده مثلا. هل المقصود بيه الجزء ده اللي هو ده؟ اعتقد يعني مش شايف حاجة تانية بديلة. مبدئيا التصميم واضح وكل حاجة، ولكن كنت افضل ان المشروع يكون واخد تفصيل اكتر من كده. يعني دي المود بورد الوحيدة اللي موجودة للبروجكت، فهو مبدئيا هو يعني في حاجات ناقصة. عارف، لو مفيش حاجات ناقصة كنت ممكن اقول لك خلاص اوكي، انا بالنسبة لي الديزاين تمام، ما عنديش اي مشاكل فيه. طيب انت مش موضح لي هنا الستايل اللي انت شغال عليه. دي نقطة. طبعا أنا مش هقول لك الستايل بتاعي إن هو مودرن ولا كذا، لا أنت كان المفروض تقول لي الستايل بتاعي، تكتب لي الستايل اللي أنت شغال عليه. دي برضو حاجة من عيوب المود بورد. السلكشنز بتاعتك جميلة جدا ومتناسقة، والألوان حلوة وكل حاجة جميلة كتصميم داخلي. لكن أنا بتكلم على السلكشنز بتاعتي، إن أنا كان لازم السلكشنز دي تكون مبنية على ستايل أو على طراز واضح. طيب خلينا نخش نتفرج كده على المسقط الأفقي والتوزيع بتاعة البلان بتاعنا بشكل أوضح شوية. دي شكل الرسومات التنفيذية بتاعة المشروع بتاعنا اهو. هتلاقيه حاطط لك جميع المقاسات والكلام ده. هو شغال هنا بالمتر، انا كنت افضل بالسنتي لان السنتي بيكون افضل في الرسومات التنفيذية. خلينا ننزل تحت شوية كده نتفرج على باقي المشروع. حطيت طبعا توزيعة الفرش والمقاسات والكلام ده. اسم ديزاينر طبعا موجود على جنب، حسام أباني وحسام نبيل. آه، حاطط لي هنا الكهرباء، كاتب مثلا هنا دي كاتب لي ان هي 8 سنتي. المفروض تعمل لي علامة فاي هنا، يعني تعمل لي كده عشان افهم ان ده، انت بتقول لي ان ده قطر، او تكتب لي diameter. يعني يا تعمل لي علامة الفاي يا تكتب لي diameter، خلاص عشان اعرف ان انت بتتكلم في قطر. طبعا القدرة هنا بالوات، قدرة بتاعت الكهرباء بتاعت لمبة 6 واط. هننزل تحت شوية هنلاقي ان هو حاطط لي الليد لايت اللي هي اللي معمولة بالخط الاصفر اللي انتوا شايفينه ده. الليد لايت ماشية ازاي معايا. طبعا هننزل تحت، هتلاقي بقى اللوحة المجمعة اللي هي فيها جميع الإضاءات والتوصيلات والكلام ده، عشان نعرف هل هيحصل تعارض أو تضاد ما بين الأسلاك أو الكابلات وبعضها. اسم طبعا زي ما مكتوب هو حسام أباني أو حسام نبيل. هتنزل تحت شوية كده في تعليق عايز أقوله لك سريعا. بص كده، انت كاتب لي ان السكشن ده اسمه دي 4. هنا تكتبها دي، الدي دي لازم تكون كابيتال لان هي رمز، مش ما يعني هي هنا ما تقراش انها دي ف... فيبقى عادي. لا، هنا دي بتقرا رمز وما بتكتبش دي 4. انت دي اسمها دي 4، دي 4. فهتيجي انت المفروض تكتب لي بدل ده كده غلط اهو. هتكتب لي بداله سيكشن او سيك دي 4 شرطة دي 4 تكتب كده. خلاص، فانا حبيت اديها لك كتعليق معانا بالمره. طيب خلينا نرجع بقى تاني للديزاين بتاعنا. طيب اول حاجه انا عايز اقارن المود بورد اللي معموله هنا في الجنب ده بالديزاين.
اتفقنا اول حاجه ان احنا كان المفروض ان احنا نكتب الستايل بتاعنا هنا، نبقى عارفين ان احنا شغالين بستايل او بطراز معين، ويبقى الدنيا واضحه، ويا ريت لو في نبذه عن الستايل. وان كان المفروض ان يكون المود بورد مفصله اكتر من كده، واخده كذا سلايد من دي اكتر من كده. اول حاجه وحده الاضاءه اللي احنا موجوده مختاره معانا اهي. هي فعلا اللي نفذناه في التصميم. الحوض اللي تم اختياره هنا هو فعلا اللي اتوقع في التصميم. السطح بتاع الرخامة اللي تم اختياره هنا هو فعلا اللي اتوقع في التصميم او في الديزاين بتاعنا. عندنا اليونت المختارة هنا، طبعا احنا بنشوف اقرب ما يكون. مش لازم يطلع بيرفكت 100% ان السليكشنز اللي موجودة في المود بورد تطلع هنا في الديزاين. احنا بنوصل مثلا من 80% فيما فوق، ده بيكون نسبة كويسة جدا. مش 80% جودة، 80% ان الاختيارات اللي هنا تبقى موجودة في التصميم بنسبة 80%. ده بيكون نسبة جيدة، وبتكون نسبة كويسة جدا. طيب عندنا ايه تاني بقى موجود؟ نشوف مثلا البوتاجاز اهو، بس هو مش واضح، ممكن يبان من شخص تانية. التلاجة ودي قريبة جدا ليها. الأخشاب بتاعتنا، أنا مش شايف إن الأخشاب اللي موجودة دي هي اللي موجودة هنا. بس هو بقى عمل حاجة، وقال لك إن إحنا هنستخدم الكلام ده من لون البني. الهاندلز بتاعتي هتكون من اللون البني اللي قدامي ده. فممكن يكون كان ده المقصود طبعا. طيب خلينا نشوف شوت تاني للديزاين بتاعنا، وبعد كده احنا هننقد بقى التصميم ده فعليا بعد ما نشوف شوت تاني، او ما نشوف باقي الشوتس اللي موجودة. بص كده معايا، هتلاقي الشوت ده مبين الكرسي المستخدم. يعني انا شايف ده فكرة وده فكرة تانية خالص على فكرة. وده فيه معدن وده خشب يعني، بس هو بيتكلم على الشيب. ممكن تتعدى شوية، مش هي قوي بس تعدى. طيب واضح عندي طبعا التفصيلة بتاعت الاوفن او بتاع الجزء ده. فين هنا؟ انا مش لاقيها. طب ليه مش موجودة؟ لا موجودة اهي، موجودة عندي ماشي. بنسبة كبيرة نفس الفكرة. طيب نشوف شوت تاني كده. انا عندي تعليقات كتير على التصميم، بس ايه، نخلص بس ان احنا نطمن ان الحاجات السليكشنز اللي عندي موجودة في الديزاين فعليا. فخلينا نشوف كده شوت تاني. هتلاقي اليونت اللي هنا دي المفروض ان هو ده النموذج بتاعها. يعني الفكرة ماشي، بس يعني مش شايفها متحققة قوي. طيب تعالى نشوف مثلا. نخش في اللي بعده. الشوت ده يعني يوضح زيادة، بس اوكي. انا مش عارف الجزء ده المفروض ان هو فين. يعني المفروض ان انا الجزء ده اللي هو اللي ورا اللي هنا. بصوا، شايفين الجزء ده اللي هو اللي عند الكراسي دي؟ شايفين الكرسيين دول اللي هم دول؟ والترابيزة دي اللي هي دي، الترابيزة اللي هي هنا اهي، شايفينها؟ فمش باينة قوي، ممكن يعني حتى الصوت ده ما وضحهاش، بس ماشي يعني تعدي يعني. انا كده خلصت الشوتس اللي عندي. طيب تعالى بقى نتكلم عن نقد للتصميم نفسه. اول حاجه كده، انا عندي الكواليتي بتاع التصميم فيه شويه حاجات بصراحه مش عجباني. يعني لو جينا بصينا كده، اول حاجه بص الجزء اللي ورا ده سكيله مش شايفه ان هو منطقي بالنسبه للمكان اللي هو محطوط فيه. قياسه مش منطقي، حاسه اضخم شويه من المعتاد. بص كده القطعه دي تحسها طايره في الهواء، شكلها فيك او شكلها مش حقيقي. خلاص طيب نشوف مثلا اللي بعده. نشوف في الشوت اللي بعده. خلينا نجيب كده شوت يكون موضح لنا الدنيا قوي. اهو مثلا بص عندك كده، شايف الاطباق والحاجات اللي موجوده جوه دي؟ كل الحاجات دي مش يعني مش باينه انها واقعيه. الجزء ده كده الوانه او اضاءته محتاج يتظبط شويه، وده عيب اضاءه مش عيب بلوكس على فكره. البلوك حلوه جدا، يعني القطعه اللي محطوطه كويسه، بس الاضاءه بتاعتها مش حلوه قوي او مش افضل حاجه. التلاجة ما بتبقاش لازقه بالظبط قوي كده. لا شايفين الجاب دي او الحته الفاضيه دي بتبقى نفس القصه باينه من هنا. الريزوليوشن بتاع الصوره كان ممكن يكون افضل، لان واضح ان انا عندي في حاجات مزغلله اهي، عامله بلورد كده شويه، فكانت ممكن تكون في حاجات افضل من كده ككواليتي. ولكن طبعا احنا ما بنطلبش كواليتي اعلى من ليميت معين. الترابيزه على فكره بالمناسبه واضحه شويه من هنا، هي شايفينها؟ الترابيزه اللي هي دي. ده نقد عام للديزاين يعني. ككواليتي وكلام من ده. كل الاوبجكتس اللي موجوده هنا واضاءتها مش حلوه، يعني الاضاءه هنا لاسعه قوي.
الاوبجكتس دي انا كلها مش مقتنع بيها قوي، وحاسسها فيك كده او كانها مش حقيقيه. دي وجهه نظري يعني. نفس القصه، بصوا هنا، بصوا الاضاءه هنا لاسعه ازاي، عاليه كده، تحس انك مش فاهم ايه اللي موجود قوي. انت شايف حاجات محطوطه بس مش فاهم ايه اللي موجود قوي. طيب، ده كاوفرول كواليتي مثلا انا ممكن اقيمه انا 70%. ده كاوفرول كواليتي او جوده. طيب تعالى بقى نتكلم على التقييم بتاع التصميم من حيث البنود التصميميه اللي احنا بنحلل على اساسها. اول حاجه عندنا الجزء بتاع عناصر الحركه. المكان واسع وسهل الحركه، فانا هدي اول بوينت عندي 10/10. عندي تناسق الالوان طبقا طبعا للمود بورد والكلام ده. برضو الالوان حلوه بالنسبه لي، مع ان انا اللون البني المحروق قوي ده انا ما بعملوش. فممكن نقول 9/10. عندي التوزيع الضوئي، انا شايف التوزيع بتاع الاضاءه جيد بنسبه كبيره، فنقول 9/10. توزيع الاساس والمفروشات، التوزيع بتاع الفurniture اللي هو ازاي بنتحرك ومثلث الحركه بتاعي والكلام ده كله برضه مظبوط عندي، فهنتكلم في 9/10. نسب بقى العناصر اللي بعضها، لا انا النسب عندي واقعه جدا. انا شايف نسب الحاجات، في حاجات يعني في حاجات كده نسبها مش مقتنع بيها. فانا هنا هنتكلم في 3/10. لو افترضنا مثلا ان احنا عايزين نتكلم على التكلفة، ومدى توافر العناصر دي، فخلينا نخش كده على بوينت تانية. اهي البوينت بتاعت الاسعار. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي انك عندك التلاجة طبعا 54,000، الميكرويف 13,000 تقريبا. ده متوسط الاسعار، ولكن كنا محتاجين يبقى موجود الموديل عشان نقدر نتشيك فعلا الاسعار دي مظبوطة ولا لا. ف يعني كمقارنة اسعار يعني ماشي، مع انها معمولة بطريقة مقاييس الفرش معمولة بطريقة مبسطة قوي، بس اوكي ادت الغرض. فالاسعار بالنسبة لي ممكن نتكلم في ان احنا 8/10. خلينا بس نرجع كده. هنتكلم ان احنا عندنا الاسعار بتاعتنا 8/10. طبعا الاسعار ومدى توافر كمان الموديلات دي، انا ما اقدرش اتشيك برضو على توافر الموديلات لاني مش مكتوب موديل. يعني انا مش شايف ان مكتوب موديل، هو مكتوب لك ال جي بس. يعني طب انا اديك 54,000 جنيه تجيب لي اي ال جي؟ فلازم الدنيا تكون واضحه. عندي في امكانيه وضع بعناصر بدائل او بدائل العناصر التصميميه اللي موجوده. ده موجود عندي متاح، انا اقدر ان انا استبدل اي عنصر تصميمي الموجود بعناصر اخرى. فنتكلم ان احنا هناخد 10/10. التاثير النفسي للديزاين، والله عندي تأثيرين. التأثير النفسي العام للعميل هو حلو جدا، نتكلم في 10/10 ولا 9/10. ولكن أنا لو هتكلم كمود عام أو شكل عام، الألوان والكواليتي ده مضايقني جدا جدا. فأنا هدي هنا 10/10. وهدي على جودة الشغل أو جودة الإخراج الشغل، ممكن أتكلم في 5/10 أو نخليه 6. ممكن نتكلم في 6/10 كجودة جودة شغل. مرونة التصميم مرن جدا، فاحنا نتكلم في ان احنا عندنا 8 أو 9/10. كل القطع دي سهلة الفك والتركيب والكلام ده، التصميم مرن قوي. لو هنتكلم على الجانب الجمالي، انا وجهة نظري ان هو التصميم جميل وكل حاجة، ولكنه مش مميز. فانا هتكلم في 5/10 عشان عدم وجود التمييز مش اكتر. بالنسبة للجزء بقى بتاع تحقيق المدرسة التصميمية والوظيفية والكلام ده، هو محقق المدرسة الوظيفية والتصميمية وكل حاجة، ولكن هنقول هنا في النقطة دي 8/10. لأن هو التصميم وظيفي وكل حاجة، ومحقق مدرسة المودرن وكل حاجة، لكن أنا أنا مش عارف أنت بختاره على أساس إيه. يعني ما أنت ممكن تكون مختار ده على أساس إن هو أرت ديكو، ساعتها أقول لك التصميم كله غلط، فاهمني؟ فأنت ممكن تختار تقول لي إن ده ستايل مثلا معين، وأنت أصلا عامل ستايل تاني، فكان لازم تقول لي أنت مختار ستايل إيه. بالنسبة لي أنا عارف إن أنت شغال على حاجات مودرن وبتاع، والمودرنزم أو التبسيط عموما. طيب يبقى كده احنا التصميم ده خد معانا كام اجمالي؟ هنلاقي ان احنا رجعنا 12 نقطة، كل نقطة فيها ب10 في درجات. يبقى احنا عندنا التقييم بتاعنا 96/120. يعني التقييم الإجمالي للتصميم ده نقدر نقيمه ب80%. تسلم ايدك، تصميم حلو يا حسام. ممكن يكون في شوية حاجات واقعة منك شوية، ولكن بالنسبة لي كتصميم لسه في مرحلة التريننج فهو كويس قوي.
ان شاء الله التصميم الجاي بتاعك هيكون افضل من كده، وهنشتغل عليه بطريقة اكثر دقة وتركيز، بحيث ان احنا نطلع كواليتي او جودة اعلى من اللي احنا طلعناها المرة دي. شكرا جدا ليكم.